أيها السائر في دنيا الورى، قد مضت سنة ربي لا مرى. كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل. فاتعظ ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآملا، وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيدي العرش بلا. إنه الحق وبالحق نازل، إنه الحق وبالحق نازل. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. وبالحق نزل كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم هداية وتعبدا للخلق، ومع ما فيه من آيات وقصص وعبر نعيش هذه الأماس المباركة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. كرمك الله ورفع الله قدرك في الدارين. بارك الله فيك. شيخنا، توقفنا في الحلقة الماضية عند الكلام على أنبياء الله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، في رؤياه التي رآها وقصها على والده عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، فحذره ونبهه ألا يخبر إخوانه فيكيدوا لك كيدا. وتكلمنا حول هذا المعنى وهذا المضمون، وأن صاحب النعمة المحسود قد يدخر أو يخبئ فلا يخبر أحدا بما من الله عليه عز وجل من النعم، حتى لا يحسد أو حتى لا يؤذى أو حتى لا يضر. طيب، في بعض التفاسير ذكرت أثرا متعلقا بأن يوسف عليه السلام لما ألح عليه إخوانه عما أخبر أباه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، ماذا أخبرته أو ما الخبر، فقص عليهم على الرغم من تحذير سيدنا يعقوب له، قص عليهم خبر الرؤيا، فكانت المكيدة بناء على إخباره لهم. أولا، ما صحة هذا الأثر، ثم حتى وإن لم يصح هذا الأمر، كيف يمكن التصرف إذا سئل الإنسان بشكل مباشر عن نعمة أنعمها الله عليه كما حصل مع سيدنا يوسف، أو كحال المرأة التي تسأل على سبيل المثال من جاراتها أو صحباتها كيف حياتكم مع زوجك؟ هذه الصورة كيف يمكن أن نكيف الأمر بهذه الصورة شيخنا الحبيب؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الخبر اللي هو أن يوسف عليه السلام أخبر إخوته لم أجد له إسنادا، وهو واضح أنه من الإسرائيليات، برغم أن يعني أباه عليه السلام حذره وقال له لا تقل. فالمكيدة أصلا بالنسبة لإخوة يوسف سابقة على الرؤيا، يعني هو حذره أن يقول الرؤيا. هل كان قالها قبل ذلك ثم أتى تحذير أبيه؟ كل هذا تعتبر من الإسرائيليات التي يعني أمرنا ألا نصدقها وألا نكذبها، هذا مع فرض صحة السند إلى القائل. يعني احنا لدينا الإسرائيليات على أقسام. القسم الأولاني هو ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساقه مساق المدح على فاعله، هذا مما يحتج به، زي قصة أصحاب الغار، قصة جريج، مثلا قصة موسى والخضر إلى آخره. يعني نعم، ما صح من من الإسناد إلى النبي، إلى وقاتل 99 نفس وغيرها من أي نعم. النوع الثاني من الإسرائيليات هو ما صح سنده إلى القائل من بني إسرائيل، أو القائل الذي قرأ في كتب بني إسرائيل، زي مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة، أو زي أي حد، وهب بن منبه مثلا، أو أي حد من بني إسرائيل ساق كلاما من التوراة، من خصص بني إسرائيل الذي يحكى وصح السند إليه. هذا النوع قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني أنا لا أصدق ولا أكذب،
إذا وافق الأصول العامة عندي باخدها، لم يوافق خلاص أنا أردها يعني. النوع الثالث من الإسرائيليات هو ما لم يصح السند إليه لا إلى أحد من الصحابة ممن يقرأ في كتب بني إسرائيل أو القائل من بني إسرائيل. فهذا الذي يعني يذكره المفسرون يعني ليس له أسانيد أو أسانيده معاضيل في الغالب، يا إما وصل الحسن مثلا ويحكي عن كتب بني إسرائيل، أو واحد من التابعين أو صغار التابعين يحكي عن بني إسرائيل. كل هذا لا حجة فيه، لا سيما إذا كنت عايز تستقي منه أحكام شرعية. نعم. فأنا لا أعلم يعني شيئا يصح بهذا المعنى. نعم. شيخنا طيب عفوا، إذا كان لا نصدق ولا نكذب، ما الحكمة من نقله؟ هل الاستئناس فقط أو؟ نعم طبعا الاستئناس. يعني مثلا يعني ما يذكرونه أن مثلا سليمان عليه السلام اصطفى صاحب والده، رجل كان داود عليه السلام اصطفى رجلا من أهل مملكته وكان يعني ينادمه ويأنس إليه. فلما مات داود عليه السلام قال سليمان: من أصطفي؟ من يجالسني؟ فلم يجد خيرا من جليس أبيه الذي كان يجالسه، فكان يجالسه. فبينما هو جالس مع سليمان ذات يوم إذ دخل ملك الموت عليه السلام، وكان ملك الموت يأتي الأنبياء عيانا، وهذا القدر صحيح يعني صح في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة أن ملك الموت عليه السلام كان يأتي الأنبياء عيانا، بل كان يأتي الناس عيانا قبل ذلك يعني. فلما دخل ملك الموت على يعني سليمان عليه السلام لاحظ الرجل الذي هو جليس سليمان، لاحظه أي نظر إليه نظرة فيها معنى يعني. فالرجل كأنه ارتعد أو كأنه خاف أو دخله شيء من الخوف. فبعدما انصرف ملك الموت عليه السلام سأل الرجل سليمان: من هذا؟ قال: ملك الموت. فازداد خوف الرجل وقال: كيف أعيش في بلد فيها ملك الموت؟ اقذف بي إلى أرض الهند. الريح شالت هذا الرجل وألقت به في أرض الهند، وبعد وقت قصير جاء ملك الموت يجالس سليمان عليه السلام، فسأله سليمان قال: يعني لماذا نظرت إلى الرجل أنه خاف يعني أنك في بلد يعني هو يسكن فيها؟ قال: إن الله أمرني أن أقبض روحه في الهند. فيعني هو رأيته جالسا معك فيعني عجبت. فلما ذهبت في الموعد المعلوم وفي الوقت المعلوم كده وجدته هناك فقبضت روحه. فبتجد بعض المفسرين يوردوا مثل هذه القصة يستأنس بها في قوله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا وما يشبه مثل هذا القصص يريده المفسرون، لا سيما وإن الإمام أحمد قال 3 علوم لا إسناد لها، ذكر منها التفسير. أن يعني كثير من التفاسير أو كثير من الأقاويل التي يذكرها أهل التفسير في تفسير الأحاديث وكذا ليس لها أسانيد، عشان كده الإمام أحمد قال لا إسناد لها. عشان كده احنا برضو بنحذر أن يعني أكثر التفاسير هي التي تنقل الإسرائيليات، وهي يعني الناس يقبلون عليها إقبالا شديدا لما فيها من الحبكة والغرابة الشديدة. وأنا أحذر من تفسير مثل الخازن، تفسير أبي السعود، تفسير النسفي، تفسير الزمخشري، تفسير الفخر الرازي، وهذه التفاسير اللي هي فيها مثل هذه القصص التي والقرطبي كمان يعني مما لم يعجبني في تفسير القرطبي الحقيقة كثرة تقليل الحكايات الغريبة. يعني في سورة يوسف على وجه الخصوص نقل أشياء في غاية الغرابة. أنا أستغرب إن هو مع متانة التفسير وإن هو الجامع لأحكام القرآن ويذكر كثيرا من الأحكام الشرعية والكلام ده، أستغرب جدا أنه بيورد مثل هذا الكلام الذي لا خطام له ولا زمام. يعني لعل سورة يوسف عشان ملأ بالقصص فهو أورد هذه الأمور كما تفضلت بلا زمام. طبعا أوردها وكان في غنى يعني لله در ابن كثير رحمة الله عليه نقى تفسيره من كل هذا، حتى إذا أورد شيئا من إسرائيليات يريده يعني تكون محتملة، بتكون محتملة مش بمنتهى الغرابة وكده يعني. نعم. عشان كده الحقيقة بعض الكتب التي ذكرتها كما قالوا فيها كل شيء إلا التفسير. هذا تفسير فخر الرازي. نعم. كما ينسب لأظن ابن تيمية أو غيره قال فيه كل شيء إلا التفسير، يعني فيه غرائب وكده يعني. فأنا عايز أقول يعني الأثر نفسه، هل يعني يوسف عليه السلام أخبر
إخوته أو لم يخبر إخوته لم يعني صح لدي أنا إسناد بهذا. وكان لي عناية بسورة يوسف عليه السلام قديما يعني، فكنت بقى أفتش عن الأسانيد حتى أعلم قدرها من الصحة يعني. جميل جدا. نعم. طيب إذا توخينا أو قلنا أن هذا الكلام لم يثبت به السند، أنه قال لكن كيف يمكن أن يتعامل الإنسان إذا سئل بشكل مباشر عن نعمة وقعت له؟ الآن يعني واحدة من الاثنين، يا إما أنه يقول من شخص يعلم أنه قد يقع منه الحسد، أو أنه هل يمكن نسميه كذب، أو هذا داخل في باب المعاريض أو في باب المداراة؟ لا، هو داخل في باب المعاريض. جميل. يعني هو بس المعاريض تحتاج إلى من يحسنها، لأن إذا لم يحسن المعاريض ينقلب كذبا. لا سيما أنه بس الأول نبين إيه المعاريض برضو، لأن ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وهذا يحسنه بعض العلماء. يقول الحديث يعني المعاريض وإن كان شكلها شكل الكذب ولكنها ليست كذبا، كأن يقصد معنى أو يتكلم بكلمة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. المستمع يفهم إذا أطلقت الكلمة يفهم المعنى القريب، ولكن المتكلم يقصد معنى البعيد. زي مثلا كقول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مثلا الصوم، نحن عندنا مثلا في الإسلام الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع إلى أذان المغرب، تمام، واللغو والرفث وما شابه ذلك يعني. فإذا دخل إنسان في بيت آخر وكان لا يأنف من طعامه، لا يريد أن يأكل، يشك في أن هذا الطعام حلال، أو مثلا ممن يرى أنه اللحم المذكاة لابد أن تذكى، ولقى أن كثير من الذين يذبحون يسبون الدين مثلا، فسب الدين خروج من الملة، فيقول لك هذا صار كافرا ويذبح، فأنا لا أطعم يعني من يعني خرج من الملة ويذبح الكلام ده. فذهب إلى أبيه إلى أخيه إلى صاحبه، وكان الطعام إما ليس بحلال أو فيه هذا المعنى الذي قلته في اللحم يعني، فيقول له إني صائم. المعنى المتبادر لصاحب البيت إنه لا يأكل الطعام، لا يأكل، ممسك عن الطعام، تمام، لكن هو يقصد أنا صائم عن أكل اللحم الذي لا يزكى، أنا صائم عن أكلك لأنه ليس بحلال يعني، أو ما شابه ذلك. يعني المعنى الذي يقصده المتكلم بعيد لا يخطر على بال المستمع، تمام. هو ده معنى المعاريض. عشان كده برضو العلماء يعني ذكروا بعض نماذج يعني من هذا. مثلا المروزي عندما أحد أصحاب الإمام أحمد كان عليه دين، فعلم أن صاحب الدين سيأتيه في البيت ويعني يطالبه بالدين، فذهب إلى منزل الإمام أحمد وقال الوضع كذا وكذا وأنا أريد أن أختبئ عندك يعني وكذا. فلما ذهب إلى بيت المروزي: أين الرجل؟ قالوا عند أحمد. فذهب إلى بيت الإمام أحمد فأطرق الباب، خرج أحمد فقالوا: المروزي هنا. فأحمد بسط يده كما يذكر ابن القيم رحمة الله عليه، بسط يده وقال: المروزي هنا؟ ما يفعل المروزي هنا؟ فأشار إلى كفيه. طبعا المروزي مش كفه أكيد يعني، تمام. هو الرجل فاهم أن أحمد ينفي وجود مروزي في البيت، إنما أحمد يقصد كفه، واخد بالك؟ زي ما أنت مثلا حد عايز منك فلوس سلف ولا حاجة، وأنت عارف إنه لو خد الفلوس ما رجعهاش والكلام ده، والمحفظة هنا، تمام. فيقول لك أنت عايز أستلف منك، تبص على جيبك تقول له والله المحفظة ليست في جيبي مثلا. بس ما يقسم. طبعا كل هذا بشرط ألا يحلف. يمينك على ما صدق صاحبك. الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما صدقك صاحبك، مش على ما قصدته أنت. والمعاريض أصل المعاريض كلها المعنى الذي لا يخطر على بال صاحبك مع البعد عن فإذا أقسمت على معنى فهو الذي يعنيه صاحبك، وده يعتبر ينقلب كذبا. إذن المعاريض تحتاج إلى رجل يفهم معنى المعاريض سريع البديهة حتى لا يقع في كذب، لا يقسم على ما يقول، لأنه لو أقسم على ما يقول ينقلب كذب.
فنرجع بقى إلى الإيه؟ إلى الصورة التي ذكرتها. إذا كان إنسان يخشى أن يحسده إنسان آخر، وطبعا الحسد وارد بصريح القرآن وصريح السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسدوا ولا تباغضوا العين تريد الرجل القبر بالضبط العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر إلى آخره. العين حق كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وحديث أبو أمامة بن سهل لما لبط يعني نظر إليه ناظر وقال ما رأيت جلدا مخبأة مثل هذا الإنسان، كان جلده أو جسمه أبيض وناعم والكلام ده، فحسده فلبط. أول ما قال الكلمتين دول لا يحرك ساكنا، وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له إن فلان حسد والكلام ده إلى آخره، قال قتلوه. فالحسد طبعا موجود. أنت إذا خشيت حسد إنسان عرض، لا تذكر أن الله عز وجل أنعم عليك بنعمة ما، ولا تحدث يعني ما يعني يعطيكه الله تبارك وتعالى إلا على أوثق الناس أو من تثق بوده أو صحبته، لكن لك في المعارض يعني مندوحة أنك أنت لا تتعرض للكذب يعني. فهو الصورة دي لو أن إنسانا أسر لإنسان بشيء، وفي واحد فطن أنه أسر إليه بشيء وأراد أن يستنطقه ويخليه كده، فله في المعارض مندوحة عن أن يقول الشيء الذي قيل له لا تقل. نعم. ونفس الكلام في أحوال البيوت، كيف لما تسأل امرأة عن زوجها عن أبنائها يمكن أن تقول الكلام العام والله كل الأولاد تعبانين، كل الأولاد مستواهم بهذه الصورة، حتى يعني تدرى عن نفسها. أو ما فيش بيت بيخلو من مشاكل ما فيش، احنا مش معصومين، لا الزوج معصوم ولا أنا معصومة. لكن إذا كان البيت في محل الأسوة ويقتدى به، يستحب أن المرأة تقول ليه؟ حتى ينقل هذا الذي حتى يفشل الأمر. بالضبط، حتى يفشل الأمر، زي ما زوجات النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كنا نقولنا من أخباره وأحواله، لأنه بيقتدى به عليه الصلاة والسلام. ولولا أنه يعني أنهن صرحنا بما يكون في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أحيانا مما يستحيا منه، كانت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواج النبي يقولن هذا. فالبيت إذا كان مما يؤتسى به يستحب أن يقال إلا أن تقوم علة برضه. نعم. إلا أن تقوم علة، ممكن البيت يؤتسى به ولكن زوجته تخشى الحسد، أو هي يعني ما تكونش عليها بس وسواس، لأن ساعات بعض الناس بيبالغ في الحذر من الحسد حتى يوسوس. نعم. توصل للحد المرضي، وهذه لعل أيضا هذا أمر كنت أريد أن أسأل حضرتك فيه القضية. هل مع هذا يعني مسألة رعاية الأمر من جهة، والجهة المقابلة تحول الأمر إلى أمر ادعاء الفاقة، ادعاء المرض، الكثرة، لا وين أنا ما عندي أنا كذا، يعني كأنه يريد أن يدرأ حسد الناس عن نفسه فيجمع عن نفسه كل أسقام الدنيا وأدوائها. هل هذا لا يخشى؟ طبعا يخشى من هذا. وإذا أراد أن ينفي بلطف، يعني لا يبالغ يعني في القصة دي. يعني عندما يقول أنا فقير أنا لا أجد شيئا إلا أن تقوم علة قوية يعني. ممكن إنسان يبقى ساعتها إذا علم العلة خلاص. نعم. نعم صحيح. لكن لا يبالغ يعني. لا يبالغ. نعم. طيب بالمقابل أيضا شيخنا، احنا في زمن وسائل التواصل الاجتماعي وما فيها للأسف، التي يعني قد يكون المسألة أيضا من باب قريب من هذه الناحية، مسألة بيوتنا أصبحت أبوابها مشرعة ونوافذها مفتوحة على مصراعيها فيما يتعلق بالزينة وبالنعيم وبغيره عن طريق وسائل التواصل. احنا أصبحنا الآن نتكلم عن الفيسبوك، نقل حياتنا بالكامل. بتكلم عندنا في دول الخليج السناب شات والإنستغرام أصبح مليء بالصور التي تنقل تفاصيل حياتنا بالملي، من مأكل ومشرب وملبس ورحلات ونزهات. يفعلون هذا طواعية؟ أيوه، هو بيصور بيتباهى لنفسه، يعني يصور نفسه يعني. ما هو مش لنفسه، ما صارت لنفسه، هو عنده متابعين بالألف والاثنين والثلاثة والعشرة. طبعا مش لنفسه، لكن هو في الأصل بيصور لنفسه يعني، بيصور وبعدين نفسه وينشرها. يرفع الصورة. هذه صارت مظنة الحسد، ومظنة أيضا لعلها في زمن بالمقابل الفقر. أنا قاعد أتكلم عن أكلة أكلتها في مكان، وبعض الناس بيصور فواتير، يصور ويضع عشان يشوفوا المطعم هذا وروحوه جيد وأكله، وبالمقابل في ناس مش لاقية تاكل. ووجبة واحدة من طعام أكله في مطعم تكفي لأسرة، طبعا تكفي لشهور. صح أو شهور. فكيف يمكن توجيه مثل هذه الأمور المبالغة في هذه القضايا؟ هذا من السفه والله.
هذا من السفه يعني، انه ان كل شيء يفعله في حياتي ما هو بكل اسف لم يعد هناك سر. حتى الانسان اذا اراد ان يحتاط لنفسه ما عادش يقدر يحتاط لنفسه بسبب هذا التليفون اللي فيه الكاميرا. ممكن تصور، يعني انا يعني في لا ارى يعني التصوير ولا التوسع في التصوير، لكن أنا بتصور والله ولا أدري يعني حد بيصورني، حتى الذين يصورونني معهم في السيلفي ده، أو أنا أخاطب الناس أو هو بيسلم عليا أنا يعني أبتسم له، واحد أنا أعمل يصورني وأنا ببتسم له، كان أنا أشياء كثيرة جدا تحدث من هذا وأنا لا دخل لي فيها يعني. فبكل أسف يعني لم يعد في حياة الناس سر، وما في حرمة بصراحة، وما عاد في حرمة طبعا، ما عاد في حرمة، ما عاد في سر. وذلك أنا أوصي يعني إخواني ألا يتوسعوا في هذا التصوير اللي هو بالذات التصوير الفوتوغرافي وبالموبايل والكامل، لا يتوسعوا فيه. نعم. لأن في نهي عن التصوير في الأصل يعني. وسيدنا يعقوب لما كلم سيدنا يوسف كلمه على إخوته أن يكيدوا له أو أن يحسدوه، فكيف هو ينشرها وهم عدد محدود، وبعدين إخواته كمان. سبحان الخالق. يعني الآن لما نتكلم عن بعض الصور مثل ما تفضلت حضرتك، الصورة لفضيلتكم تنشر لن يراها أقل مثلا من ملايين البشر، وليست الأرقام ما أصبحت مبالغات. يعني بعض يعني هذه الأرقام واقعية وحقيقة. إذن يجب أن يحذر من مثل هذا الأمر، وأن يجب أن يراعى بشكل كبير، لا سيما إذا كان في نصوص ناهية. نعم. حتى لو كان في بعض العلماء ممن يرى التصوير الفوتوغرافي انه حبس للظل وهذا الكلام، لكن في علماء آخرون على المقابل لا يرون هذا إطلاقا يعني. لا شيخنا، احنا ليست فقط هذه المشكلة كمان واقعة في، يعني كما تفضلت انه واقع في إفشاء المحظور الشرعي. لكن نتكلم عن قضية ان في تصوير فيديو، يعني بعضها تكون تصوير فيديو، يعني حتى خرج من الإشكال الشرعي فيما يتعلق بمسألة التصوير الفوتوغرافي، فوقع في تصوير الفيديو اللي هي فيها تصوير لأحداث اليوم ونقل لأمور معينة، وبعضهم يعني فيه توسع مبالغ فيه في أوقات، وفي نقل القصص، وفي نقل الأخبار، وأصبحت وسيلة حتى لنقل الفتوى عمن ليسوا أهلا لها. فهذه قضية يجب أن يعني أردنا بس فقط أن فضيلتك نبينها للناس. نعم جزاك الله خير وكرمك الله شيخنا. شيخنا، من ضمن النقاط الواردة في هذه المسألة، مسألة أن سيدنا يعقوب عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، لما كلم ولده يوسف عليه السلام حذره خشية وقوع الفتنة. تحذير خشية وقوع الفتنة في ملمحين، أحدهما سيكون طويل أحتاج في توسع، والأمر الآخر اللي هي زاوية مختصرة. لما كلم عن إخوانه اللي هم كما بينت السورة لاحقا إخوانه من الأم. يعني الإخوان من الأم أنه السبب في هذه المسألة التعدد، الزواج بأكثر من امرأة، جاء أكثر من ولد، صاروا يحقدوا على أخوهم من أمهم. هذا إذن الباب والحل كما قال أحد الكتاب قديما: أغلق الباب تماما بإغلاق باب التعدد، ما جلب علينا إلا الشر. والملمح الآخر، الصورة الأخرى، هي قضية هل يمكن أن يحقد الأخ على أخوه بغض النظر عن قضية أنه أخوه من أب أو أخوه من أم؟ مسألة تعدد أريد منها تفصيل أطول من فضيلتك، ولكن الإشارة إلى هذه النقطة اللي هي المتعلقة: هل يمكن أن يحسد الأخ أو يحقد ويكون أبناء أب وأم أشقاء؟ طبعا يا الحياة، القصص في الحياة الواقعية أكثر من أن تحصى. يعني بيجد سبحان الله، يعني بالرغم من الأم واحدة والأب واحد، تجد الولد يحقد على أخيه. ده كله بسبب سوء التربية في العادة يعني. لكن هذا لا ينسحب على يعقوب عليه السلام، ولا يقال إن الرب رغم أنه نبي كما أشرت إن بعض الكتاب قال قديما هذا الكلام، إنه هو يعني حقد الأولاد على أخيهم بسبب انه الاولاد ما تربوش وكويس. لا هذا لا يقال في حق النبي يعني. لكن ولدي ادم طبعا، ولدي ادم الذي قتل احدهما الاخر يعني. نعم. يعني مساله الحقد، شوف سبحان الله، الاولاد كالزرع، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تلاقي الأولاد زي الزرع،
أنت عارف الزرع منه ليمون وشطة ومانجا وتين وكله يسقى بماء واحد، ماء عذب ومتباينة في الطعوم، ده شطة ودي فاكهة إلى آخره. الأولاد كذلك، تجد ولدا عصبيا جدا وولدا حليما، ولدا فاترا وولد نار مولعة، ولد عنده غيرة وولد عنده دياثة. والأولاد نفس القصة زي النبات بالضبط يعني. فهذا مشاهد مش محتاج أدلة يعني، مشاهد في الواقع يعني. نعم. لكن المطالب من الساقي أو الزارع أن هو يراعي قدر المستطاع أن يحسن النبت وأن يحسن رعاية هذا النبت وتنشئته على رب العزة تبارك وتعالى، هو ليس بيده شيء. اي طبعا. وبعدين تنشئة الولد الصالح لها أسباب يعني. حتى يكون الولد صالحا يبدأ من وضع النطفة إلى أن يكبر يعني. الله أكبر. نعم. الله يجزي خير. طيب القول الكاتب هذا أعتقد لعل فضيلتك قرأت هذا الكلام الذي قاله هذا الكاتب. أنا قرأته فعلا قديما. يعني من حوالي سنة 94 أو 93 قرأت كلام هذا الكاتب، وكان عمل حملة على مسألة التعدد. وأعتقد أن هذا كان له تجربة شخصية مع فضيلتك. وكان له كان لي تجربة بسببها يعني، بسبب هذا المقال يعني. الله يبارك. طيب ما رأيك أن نتحدث عن هذه التجربة والإجابة على هذا السؤال، إغلاق باب لحكم شرعي صريح واضح لا لبس فيه من أجل ظن لشخص بناه استقام من القصة، يعني قطع الحكم الشرعي الواضح بناء على استنباط وعلى وجهة نظر وحتى مش من عالم يعني. لكن نستأذنك أن يكون هذا هو محور حديثنا في الحلقة القادمة، لأن وقتنا في هذه الليلة قد انتهى. رفع الله قدرك شيخنا. بارك الله. أكرمك الله يبارك فيك. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله ورعاه، وأكرمكم جميعا باتباع ما في كتاب الله عز وجل من الحق والخير. وحتى نلقاكم مع الحق وعلى الحق نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السائر في دنيا الورى، قد مضت سنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل، فاتعظ ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآملا، وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيدي العرش بلا، إنه الحق وبالحق نازل، إنه الحق وبالحق نازل.